بُص يا صاحبي، عارف يعني إيه تبذل مجهود وتجري ورا حلمك وفجأة تحس إنك واقف مكانك، كأنك بتجري في دايرة وترجع لنفس النقطة تاني، تلاقي نفسك بتقول طب أنا باعمل كل ده ليه؟ هو في أمل أصلًا؟ والأصعب إنك تبدأ تبُص حواليك وتشوف ناس نجحت وناس سبقتك وتقول طب وأنا، ليه أنا لأ؟ بس خلّيني أقول لك حاجة، ما فيش حد نجح من غير ما مَر بالإحباط، كل الناس اللي بتشوفهم فوق دلوقتي كان في وقت من الأوقات تحت ومكسورين وعندهم إحباط كبير. وافتكروا خلاص إن ما فيش أمل، الفرق إنهم ما خلّوش الإحباط ده يوقّفهم. أنا عارف ساعات بتحس إنك خلاص هتسيب كل حاجة وتستسلم، بس صدّقني اللحظة اللي بتحس فيها إنك مش قادر تكمّل، دي بالضبط اللحظة اللي لو عدّيتها حياتك هتتغيّر. الإحباط مش نهاية، هو امتحان، امتحان بيشوف إن هل أنت فعلًا قد اللي نِفْسك فيه والّا لأ. أول ما الدنيا تعاكسك ترجع لورا والّا لأ. اوعى تفتكر إن طريق النجاح ما فيهوش ورد. الطريق ده كله مطبات، كله إحباطات، بس في الآخر كل ما تقوم بعد ما تقع بتكبر كل خطوة صغيرة، حتى لو مش شايف نتيجتها دلوقتي صدقني أنت بتقرب، ويمكن بعد فترة تبص ورا تقول ياه أنا كنت خلاص هسيب كل ده بس الحمد لله إني كملت. ما تسيبش الإحباط يمسك في رقبتك ويوقفك، خليه نار جواك تحركك أكتر، وخلي بالك أي حلم كبير تمنه صبر. قوم كمل يا صاحبي، لسه بدري أوي إنك تستسلم.